ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ طبعا ده يعتبر تالت فيديو فيس كام. طبعا ما تستغربوش، انا حلقت عشان خلاص المدارس داخلة النهاردة 21/8 تقريبا، مش فاكر. بس المهم احنا قربنا ندخل على شهر 9 يعني. المهم مش موضوعنا. طبعا فاكرين في الفيديو ده في حد بيصوت مش عارف ليه. المهم ملناش دعوة بيه. يعني في الفيديو ده اللي وريتهولكم دلوقتي كنت بتكلم قد ايه انا تعبت في تانية اعدادي، واخيرا السنه الطويله دي خلصت. تمام. إيه وكنت بتكلم انا مثلا هعمل ايه في الاجازه دي. إيه مثلا من كيك بوكسنج، من جيتار، من اي حاجه. ودخلت على الموضوع التاني اللي هو بتاع تالتة اعدادي، وقد ايه السنه دي بالنسبه لي مهمه. طبعا تالتة اعدادي دي بالنسبه للناس اللي بره مصر، زي مثلا في العراق او في السعوديه بيسموها تالتة متوسط. تمام. دي بالنسبة لهم ممكن تكون سنة مش مهمة قوي، ف زي يعني زي أي سنة. أما هنا في مصر تالتة إعدادي بالنسبة لك دي تحديد مصير. تحديد مصير. يعني أنت لو نجحت وجبت درجات حلوة ما تعرفش. أنت لو جبت درجات حلوة يعني آه هتحدد مصيرك. ممكن تدخل ثانوية لو جبت درجات حلوة، يعني أنت هيكون لك مستقبل. أما لو ما جبتش درجات مستقبلك طار، راح. هتبقى حياتك حرفيا روتينية، يعني كل يوم نفس اليوم، يعني مفيش حاجه بتتغير. تمام. فاتمنى انكم تراعوا يعني قد ايه السنه دي مهمه بالنسبه لي. تمام. طبعا زي ما انت شفت في الصمنيل والعنوان إيه كلمه انا اسف. إيه ايوه يا جماعه، انا حرفيا هقطع عن اليوتيوب لمده سنه كامله. انا حرفيا اليوم اللي ممكن افوته في السنه دي من غير مذاكره ومن غير تركيز ممكن ازعل عليه لحد اخر السنه. لو جبت درجة وحشة في امتحان هقول اليوم ده ما كنتش بذاكر فيه المادة دي كويس. انا حرفيا يا جماعة انا جزء من الثانية بالنسبة لي مهم. تمام. فانا اسف مرة تاني جدا جدا ان انا هقطع عن اليوتيوب. انا اسف. انا عارف ان المفروض بصور فيديوهات كتير، وان انا اصلا الاجازة دي ما صورتش فيديوهات كتيرة نسبيا. فانا اسف مرة تالتة. تمام. انا بجد مش عارف ازاي انا ممكن اقطع عن يوتيوب لمده سنه كامله. ما كنتش متوقع كده لما جيت فتحت القناه الصراحه. ف اتمنى يعني انكم تراعوا قد ايه السنه دي مهمه. وان شاء الله الفيديو اللي هنزله بعد سنه ان شاء الله ان شاء الله هيكون وانا جاي وانا فرحان ان شاء الله برضو بوريكم النتيجه اللي انا جبتها. وان شاء يعني بجد بجد هكون مبسوط قد ايه. تمام. ادعوا لي يا جماعه. تمام. عشان السنه دي مهمه بجد وخايف منها جدا، والانظمه اللي طالعه علينا دلوقتي يعني الله يكون في عوننا. ف اتمنى تكون فهمت وجهه نظري. فاشوفكم بعد سنه ان شاء الله وانا بوريكم النتيجه. فيلا سلام.